من أجمل اللحظات اللي ممكن يعيشها الإنسان في حياته هي لحظات الطاعة والقرب من ربنا سبحانه وتعالى. بنلاقي إن في الأوقات دي قلوبنا كده بتتطهر وتحس كده بصفاء نية وصفاء قلوب وراحة نفسية غير عادية. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى علينا إن الأوقات دي بتيجي في أوقات متفرقة بس موجودة وطول الوقت معانا، زي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفكرنا وبيذكرنا بأوقات الطاعة وبيحببنا فيها ويشوقنا ليها أكتر وأكتر. لحظات الطاعة دي اللي بتبقى من غير أي هدف مادي أو أي هدف دنيوي، بتلاقيها لحظات كده خالصة لله عز وجل. الناس اللي بيوصلوا للمراحل دي فعلا بيبقوا طول الوقت متمسكين بيها وطول الوقت نفسهم يزودوها. وللأسف كل ما بنبعد كل ما بنلاقي نفسنا مش قادرين نرجع للحظات دي تاني، بنحس نفسنا كأنها تاهت مننا أو فقدناها. علشان كده المفروض كل ما تيجي أوقات الطاعة دي أو أوقات المفروض نزيد فيها من الطاعات، المفروض ان احنا نستغلها كويس، لان ده هيساعدنا في ان احنا نعمل الطاعات دي كتير قوي ونعملها على مدار عمرنا وتقريبا في كل عمرنا. محتاجين كلنا لحظات الطاعة. هو ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج مننا حاجة ولا مستني مننا شيء، احنا اللي محتاجين كل حاجة. محتاجين التطهير، محتاجين ان نوايانا تصفو، محتاجين ان احنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نستغل اوقات الطاعة ونستخدمها صح ونستعملها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى ومرضاته. الاوقات دي كتير قوي جاية، الايام اللي جاية عايزين فعلا نستغلها استغلال كويس، ونقدر نزود من الطاعات وندعي ربنا سبحانه وتعالى انه يديمها علينا ويطهرنا ويكفر عنا ذنوبنا يا رب، ويديمها علينا ويتقبلها منا إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى.